هنجيب الكبة نحط فيها 5 فصوص من الثوم، 2 فلفل رومي، 1 قرن فلفل حامي وده اختياري، هنضربهم مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنحطهم في طبق، ننزل بمعلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، عصير ليمونتين كاملين، و3 معالق كبار من الخل. هنقلبهم مع بعض كويس جدا، ودي احلى تتبيله ممكن تعملوها. في طاسه هحط شويه كده من الزيت، اول ما يسخن هنزل بمعلقه كبيره من التتبيله اللي انا لسه عاملاها. اول ما ريحتهم تطلع هنزل بنص كيلو من الكبده، انا استخدمتها شرايح، انتوا ممكن تعملوها اسكندراني او اي طريقه تحبوا تقطعوها بيها، مفيش مشكله خالص. اول ما تغير لونها كده كلها هنزل بباقي التتبيله عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وساعتها هتشموا احلى ريحه. هتقلبوهم مع بعض كويس، والكبده مش بتاخد وقت خالص، وهتلاقوها استوت معاكم. في الاخر قبل ما اطفي عليها بحط كده شويه من الفلفل الرومي والحامي لو انتوا حابين، وده اختياري، بيدي شكل حلو وطعم كمان حلو جدا. وبس كده بقى جاهز عندنا احلى كبده ممكن تدوقوها، خطيره يا جماعه، وكانت مستويه وطعمها حلو جدا. هتاكلوا احلى ساندوتش كبده مع عصره ليمونه كده عليها، خطيره يا جماعه، جربوها، انا واثقه جدا انكم هتحبوها.